ما أفضل ما يفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ الجواب أن أفضل ما يفعل هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان بالصلاة. فأفضل ما يفعل في ليالي العشر الأواخر من رمضان الصلاة. إن استطعت أن تشغل وقتك أو معظم وقتك في ليالي العشر الأواخر بالصلاة فافعل. والليل ليس فيه وقت نهي، لك أن تصلي ما شئت، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. وإذا وافقت ليلة القدر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وينبغي أن يكثر من الدعاء، فإن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية وقعت بين آيات الصيام. قبلها قول الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. وبعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الآية وقعت بين آيات الصيام. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في شهر الصيام، وبخاصة في هذه العشر الأواخر من رمضان. وعليه أن يحرص على أن يختار جوامع الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ومن أرجى أماكن الإجابة وأوقات الإجابة السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والثلث الأخير من الليل فإنه وقت النزول الإلهي، كما قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا وافق ذلك في السجود وفي الثلث الأخير من الليل فهذا أرجى ما يكون وقتا لإجابة الدعاء.